تخيل تلاقي ايد قرد سحريه بتحقق لك 3 امنيات، وبعد كل امنيه بيتقفل صوبع، فمراتك بتحصل على الايد دي بطريقه ما وبتنوي انها تستغلها عشان تحصل على اموال طائله تكفي انها تعيشكم لاخر حياتكم وانتم مرتاحين، مش معتمدين بس على المعاش بتاعكم اللي انتوا كبرتوا في السن. وفعلا في صباع بيقفل، ولكنك تاني يوم مراتك بتعمل حادثه وبتموت، وشركه التامين بتديك مبلغ مالي عملاق جدا تعويضا عن موتها، فانت كده فعلا بتكون حصلت على الفلوس، ولكن مراتك بتكون ماتت. وبرغم ان انت بقى معاك كل الاموال ديت وممكن تعيش مرتاح، الا ان انت حاسس ان حياتك ملهاش طعم من غير مراتك، فبتطلب من الايد انها ترجعها لك. وفعلا بعد ما بتطلب والصباع بيقفل بتسمع صوت مراتك في كل حته في البيت، ولكنك على مدار ايام مش بتلاقيها جت. بتفهم ان الايد حتى لو رجعتها للحياه فمراتك لسه محبوسه في القبر بتاعها. بتجري بسرعه على المقابر وبتفتح التابوت وبتلاقي مراتك فعلا عايشه، ولكنها بقت عباره عن جثه متحلله، حاجه اشبه ما تكون بالزومبي ما فيهاش حياه. وهنا بتتمنى امنيتك الثانيه وهي ان انت تموت مراتك، وبتنوي بقى بعدها انك تستعمل الامنيه الثالثه. دي واحده من حلقات مسلسل اسمه كريب شو، اتفرج عليه وقول لي رايك، ما تنساش تعمل لي متابعه لو عجبك النوع ده من المحتوى.